السلام عليكم يا جماعة. النهاردة معانا قصة غريبة جدا، من النوع اللي هيخليكم مش عارفين تضحكوا ولا تخافوا. تخيلوا معايا عيلة مصرية عادية عايشة في شقة في القاهرة. الأب والأم وابنهم الصغير مالك، طفل عنده 4 سنين، شقي وذكي زي أي طفل في سنه. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما بدأت الحكاية الغريبة دي. في يوم الساعة 3 الفجر بالظبط، صحي مالك من النوم. لحد هنا عادي، صح؟ المشكلة إن صوته اتغير، مش مجرد تغيير بسيط، لا ده اتحول لصوت راجل كبير، وقال جملة واحدة بس: فين الخروف يا سليم؟ الأم في الأول افتكرت إنها بتتهيأ، بس لما شافت رد فعل جوزها عرفت إن في حاجة أكبر. الأب وقف مصدوم وشه اتغير. ليه؟ لأن دي نفس الجملة اللي كان بيقولها أبوه المتوفي من 40 سنة، بنفس النبرة. طبعا الأم مسكت الموبايل وبدأت تصور. التسجيلات دي موجودة لحد النهاردة، وكل اللي سمعها بيقول إن ده فعلا صوت الجد، نفس الصوت الخشن، نفس اللهجة القديمة. راحوا للشيخ، قالهم الولد مش متلبس بس في حد معاه. راحوا لدكتور نفسي، قالهم الولد سليم 100%. يعني إيه بقى؟ محدش عارف. الغريب إن الأب بعد ما اتعود على الموقف بقى ياخد الموضوع بروح رياضية. يصحى يلاقي ابنه بيتكلم بصوت جده، يقول له: صباح الخير يا حاج، إيه أخبار الخروف؟ العيلة كلها بقت تضحك. بس أنا سيبت لكم التفسير. إيه رأيكم في القصة دي؟ شاركونا في الكومنتات تفسيركم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد من القصص الغريبة اللي بتحصل في مصر. شكرا إنكم تابعتوا معانا للآخر، وأشوفكم في الحلقة الجاية. قولي البريء. بس السؤال اللي محيرنا كلنا: إيه اللي حصل بالظبط؟ هل دي روح الجد رجعت تزور حفيدها؟ ولا دي ذكريات وراثية انتقلت بطريقة غريبة؟ ولا الطفل كان عنده قدرة خاصة على الاتصال بعالم تاني؟ أنا سيبت لكم التفسير. إيه رأيكم في القصة دي؟ شاركونا في الكومنتات تفسيركم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد من القصص الغريبة اللي بتحصل في مصر. وزي ما بنقول دايما، مش كل حاجة غريبة لازم تخوفنا، ساعات الغموض بيخلي الحياة أحلى. شكرا إنكم تابعتوا معانا للآخر، وأشوفكم في الحلقة الجاية مع قصة جديدة وغريبة.